مرحبا بكم مع وصفات مريم. اليوم راح نقدم لكم حسا او لاصوب القرنبيط او الشيفلوغ. هذا هو اللي كما كل واحد كيفاش يسميه. حنديروا به اليوم شوربه تاع الشيفلوغ. المهم واش نحتاج في هذه الوصفه. نحتاج انا لهنا عندي حوالي حبه صغيره تاع شيفلوغ او نص حبه كبيره، واستخدموا حبه كبيره تاع البطاطا هنا صغيره استخدم 2 حبات، بصل طويل او حبه عاديه، 2 سنينات ثوم وحبه جزر. انا هنا عوضت الجزر بالكابويه، عوض حبه جزر كابويه او اليقطين او القرع الاحمر. وراح نستخدم بعض التوابل اللي هي تتمثل في الملح، كركم وكمون لانه شيفلوغ فيه لي غاز، لذلك نضيف الكمون وضيفوا فلفل اسود، وكل واحد كيفاش يحب التوابل يضيفها. انا نضيف الكمون، فلفل اسود، كركم وزنجبيل وملح. نبداو على بركه الله. لاصوب تاعي انا دائما ندير بارد في بارد. ونحتاج في الاخير لما نميكسو الخضر وحده الشاف. من الافضل تستخدموا علبه تاع الشاف، تعطي لها ذوق رائع. اذا ما كانش عندكم شاف تقدروا تستخدموا مثلثات. اول شيء حنحط الزيت، 3 ملاعق زيت، نحط الثوم، نحط البطاطا. انا دائما نقطع الخضر مربعات كبيره او صغيره، مثلا الحبه على 4 باش لاصوب تاعي يطيب لي بالخف. نفس الطريقه كامل الخضروات وحتى الشيفلوغ نقطعوا باقات، والجزر كما قلت لكم. هكذا الكابويه طيب لنا كذلك بسرعه. راني حضرت بها لاصوب تاع الكابويه جد رائع، اللي ما جربتوش نصحكم باش تجربوه لانها فيها فوائد عظيمه لاطفالكم ولكم ولصحتكم، لذلك نصحكم باش تجربوه. تلقاوه في قناتي وصفاتي المجربه، وتلقاو بعض الحساءات المتنوعه اللي قمت حضرتها لكم سابقا. دائما مع البرد نحتاج الحساء، كذلك نحتاجهم للأطفال، نحتاجهم للمرضى. هكذا تحطوا كمية اللي تحبوها، دائما حسب كمية عدد الأفراد وكل واحدة شحال تحب دير. أنا نكتفي بهذا القدر. ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة كمون. الملح ما نكثروش الملح لاني حندير الجبن، لذلك ما تكثروش الملح، في الاخير وذوقوا احسن. والزنجبيل والفلفل الاسود. الان حنمرق، تحبوا تقلوا قلوا، انا نمرق بارد في بارد. الخضر تاعي كامل ما تديناش بزاف وقت، نحطها فوق النار الطيب حتى طيب لي كامل الخضره. نميكسي الخليط مع حبه الجبن، نرجع لكم بعد قليل. نضيف الباقه تاع الاعشاب، نسيت ما قصتهاش في الاول. تقدروا تقطعوها، تقدروا ديروها مباشره، خاصه اذا كان عندكم الكرافس، كذلك مفيد جدا للصحه. ضيفوه في لي سوب تاعكم يعطيكم بنه وجد مفيد ومغذي. حنرجع لكم. الخضره تاعي راهي طايبه، راح نميكسي الخليط مع القطعه تاع الجبن نضيفها ونرجع لكم. اذا لقيتوا الخليط تاعكم انه عاقد هذاك هو، اذا لقيتوه خصو يعقد ترجعوه على النار. ها هي لاصوب تاعنا، تقدروا تخلوها تختر اكثر، تقدروا تقدموها مباشره. انا حنرجعها تعقد قليلا ونقدمها لكم. لاصوب تاعنا راهي واجده، انا عقدتها قليلا فقط هكذا. تحبوا تعقدوها اكثر عقدوها، لكنها صدقوني انا عجبتني وجاتني بنينه، ان شاء الله نتوما كذلك تعجبكم. لما ناكلها ما نحسش كامل باني ناكل في لاصوب تتكون من الشيفلوغ، وصدقوني نتيجتها هايله. هذه واجده كما راكم تشوفوا.
وها اكيد راح تعجبكم. انا دائما كما قلت لكم لي سوب تاوعي نحضرهم على المخللات كاين في قناتي، كتبوا مخللات مريومه او مخللات وصفات مجربه يخرج لكم، لانه نفس الوصفه انا فقط من ذاك نضيف لها حار، من ذاك نضيف لها حبات جزر مقطعه، من ذاك نضيف لها زيتون، كل ما نشوفها قريب تخلص لي نضيف لها، وفي نفس الماء، وعندها اكثر من 6 اشهر كما راكم تشوفوا لاباس بها، وطعم الخضار يجي حار ومرقد في غاية الروعة. تقدروا تلقاوها في قناتي، فقط اكتبوا كما قلت لكم. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. ما عليكم غير تشتركوا في القناة ليصلكم الجديد، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.